على بركة الله. بكل صراحة من الصعب علي أنا من هنا من البلاطو نعطي آرائي في هذه الأمور اللي هي تقنية، واللي هي هناك الكوتش وهبي حارس عليها ليلة نهار وهاز الهم ديالها. غنجي أنا بعيد ما متبعش المنتخب الفرنسي بشكل مطلوب بالستاف تاعي، بالناس اللي كتحلل المباريات وتعطيني تقارير، ونجي من هنا وبدا نعطي حلول. هذا بالنسبه لي انا عموما. لا، هي مش حلول من اكثر ما تكون قراءه فنيه لمدرب قدير بحجم بادوزاكي. لا، بالقراءه فنيا كنشوف بان المباراه فهي صعيبه على الطرفين، مع افضليه صغيره على الورق المنتخب الفرنسي. جميل. يعني مباراة صعبة مثل ما ذكر كابتن بادوزاكي. دعنا نشرك أيضا معنا من بوسطن الإعلامي نزار الأكحل. نزار، مواجهة صعبة كما وصفها كابتن بادوزاكي. أحاول قد ما تقدر، يعني ما تجاوبني كإعلامي، تجاوبني يعني ند عشان تختصر إجاباتك. هل هي فعلا أصعب اختبار للمنتخب المغربي؟ مرحبا موسى، تحية طيبة لك وتحية الكابتن بادوزاكي. بالفعل هي ربما الآن مباراة صعبة جدا بالنسبة للمنتخب المغربي، وأيضا بالنسبة للمنتخب الفرنسي. نظرا المنتخب المغربي يكتسب الخبرة الآن من هذه البطولات، وبعد بلوغه نصف النهائي في المونديال الماضي أعتقد لديه أيضا من الخبرة الآن بما يقارع المنتخب الفرنسي، رغم أن الجميع موسى يرشح هنا في أمريكا وحتى من وسائل الإعلام الأمريكية والأجنبية يضعون المنتخب الفرنسي على رأس الترجيحات. لذلك ممكن إذا كان هناك منتخب آخر يواجه المنتخب المغربي اليوم تكون ترجيحات أكثر صراحة لمصلحة المنتخب المغربي، لكن بما أنه منتخب فرنسا فيمكن القول أن مثل ما قال الكابتن بادوزاكي المنتخب الفرنسي أعلى، يعني كما ذكر نزار من ناحية الحظوظ. وصلت كما ذكر نزار أن المنتخب الفرنسي من أكثر المنتخبات المرشحة للفوز، وهذا ما يتحدث عنه أيضا وسائل، أو ما تتحدث عنه وسائل الإعلام في أمريكا. هل المنتخب المغربي قادر على إقصاء بطل جديد اللي هو أحد المرشحين للفوز بهذه النسخة، المنتخب الفرنسي؟ من طبيعة الحال غادي نقول لك إياه، لأن المنتخب المغربي عنده انضباط تكتيكي دفاعي قوي، عنده شخصية هجومية في المستوى، كيعرف يتأقلم مع جميع المباريات ومع جميع الخصوم كيف ما كان المستوى ديالهم. لهذا إلا من كنا متفائل، رغم كما قلت المنتخب الفرنسي فهو منتخب مشاكس، منتخب مستقر في الأداء الكبير تاعو طيلة هاد السنين الأخيرة. هذا غادي نترقبوا مباراة قوية، مباراة يمكن غتحسم جزئيات صغيرة، وتنظن المنتخب المغربي. هذه الجزئيات كابتن، هذه الجزئيات والفرق البسيط اللي تكلمت عنها، ممكن تشرح لي اياها بشكل أكبر؟ هذه الجزئيات تقريبا نفس الجزئيات اللي كانت عند البرازيل، سواء على الجهه اليسرى من جهه فينيوس او الجهه اليمنى اللي كان فيها رافينيا. الان غادي نشوفوا ديمبيلي على الجهه اليمنى، وكذلك مبابي في الجهه اليسرى. غير مبابي الخطوره تاعو ما كتكملش غير في الجهه اليسرى، هو ماشي بحال فينيوس كيبقى في الجهه اليسرى، بيتحول للجهه، يتحول للوسط، يتحول لليمين، ويمكن له يسجل من جميع المواقع. وكيف يعوضها؟ وكيف يعوض هذه الفروقات اللي تكلمت عنها؟ كيفاش يعوضها؟ يعني المنتخب المغربي كيف يعوض هذه الفراغات؟ تنظن بان هذه غير رؤيه صغيره، ولكن تنظن ان محمد معود وهبي عنده المحللين تاعو، عنده الستاف تاعو اللي غادي يعرف كيفاش كيف وقف المنتخب البرازيلي لو كان قاب قوسين او ادنى باش ينتصر. غادي يمكن يلقى حلول كيفاش يواجه المنتخب الفرنسي رغم القوه ديالو. اذا فعلها يعني المنتخب المغربي وسد هذه الثغرات كما ذكر نزار وفاز في هذه المواجهة بإذن الله، هل يصبح المرشح الأول للتتويج بكأس العالم؟ صحيح بنسبة كبيرة جدا. إذا ما تجاوز المنتخب المغربي إن شاء الله المنتخب الفرنسي، أعتقد بأنه ربما يصبح من أبرز المرشحين عندما تقصي يعني المرشح الأكبر في هذا المونديال، فبالتالي تصبح أنت يعني المرشح الأوفر حظا، خاصة أيضا المباراة اللي تليها ستكون يعني نوعا ما اقل قوه من مواجهه منتخب فرنسي، ثم بعد ذلك في النهائي اكيد اعتقد ربما الاحتمال
من بين المنتخب الانجليزي او الارجنتيني. فبالتالي اعتقد اذا ما تاهل المنتخب المغربي على حساب منتخب فرنسا، اعتقد ان شاء الله ستكون يعني حظوظه كبيره، ويؤكد بانه من المنتخبات الكبيره في كاس العالم حاليا بعد بلوغ مثل ما ذكرنا مربع ذهبي. فقط اعطيك فكره قصيره عن الجماهير. جماهير ما كبيرة عندي هنا في وقت، بوسطن. ما عندي وقت المنتخب المغربي نزار، يتدرب ان شاء الله بشكل سريع بعد بشكل سريع. المساء، ثم سنوفيكم تباعا. اكيد خلاص تفضل. تفاصيل كثيره راح أكيد نتكلم خلصت. بكره ان شاء الله، لكن تتفق مع نزار ان في حال فوز المنتخب المغربي امام نظيره الفرنسي احد المرشحين للفوز بلقب كاس العالم هو المنتخب المغربي. وتنظن بأن المنتخب المغربي لا فاز على المنتخب الفرنسي وما غاديش يلقى من بعد منتخب أكثر شراسة بحال المنتخب الفرنسي، يعني غتقوى الحظوظ تاعو. ومن لحد الساعة فالمنتخب المغربي واحد من المرشحين. إذا أكد هذا مع المنتخب الفرنسي فأكيد غتكون إن شاء الله كأس العالم مغربية مربوحة. بس نقطة أخيرة قبل لا أختم، كثير ما شفنا في مواقع التواصل الاجتماعي الجماهير المغربية تطالب بالضغط، يعني عشان ما تصير حالات جدلية مثل ما صارت في مباراة مصر. هل عندك رسالة حول هذا الموضوع؟ في 10 ثواني. من ناحية الضغط بحال على لجنة الحكام إذا صار عليهم بانتينو عشان ما تصير حالات جدلية. أنا من جهتي ينساو التحكيم، يركزوا على اللاعب ويركزوا على قوة الضعف والقوة ديال المنتخب الفرنسي، وعندنا من الإمكانيات التكتيكية والتقنية باش يمكننا نخرجوا سالمين من هذه المباراة. شكرا كابتن أسطورة الكرة المغربية بادو زكي، ومن بوسطن الإعلامي نزار الأكحل، شكرا جزيلا لك. أما أنتم مشاهدينا الكرام شكرا لكم على طيب المتابعة، في أمان الله. فإلا عجبكم الفيديو ما تنسوش انكم تابوناو وتفعلوا زر الجرس وتدعمونا بجيم. هذا الامر هذا فهو كيحفزنا على الاستمرار.